السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي، أنا رفايدة ممدوح. ده كانت أكلك على قدك. هنعمل النهاردة الكبسة والكوارع لعزومات رمضان، ومعاها شوية كفتة كده على السريع. حاجة كده بصي وهم جميلة تنفع لأي عزومة ترمي بيها عظمك انت وولادك كده في الصيام. حاجة كده جميلة جدا. يلا بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركوا في القناة وتشرفوني بالاشتراك وتشرفوني بكومنت حلو منكم تقولوا له ايه رأيكم في الأكل النهاردة، وبحبكم في الله. ويلا نبدأ الفيديو على طول. معانا حبة فصوص توم كده، وحطينا حبة زيت في قلب حلة الضغط. احنا الحلة الضغط طبعا المنجزة. معانا اهو يا حبايبي، حطينا التوم حطينا حبايتين كده ولا 3 حبهان. طبعا الحبهان ما شاء الله الوقت بالعملة الصعبة، فحط حبايتين 3 كده. وطبعا ورق لورا، وبصلاية حلوة محترمة كده. عايزة تقطعيها قطعيها، مش عايزة تقطعيها بس قطعيها احسن. انا بشقها بس كده، بفلقهاش من بعضها قوي عشان بتدي للشوربة سكرة كده حلو. وتقومي طبعا اول ما يبتدوا ريحتهم تطلع كده ويا بعض، تقوم ريحته تطلع، تقومي طافية عليه بمين؟ بالخل. دي كده طشة، اعظم طشة للكوارع. بفضل الله افضل حد يعمل الكوارع والحاجات دي. الله يرحمه بابايا كان بيحبها جدا، فاحنا انا بحبها وجيجي برضو زوجي برضو بيحبها. كوارع شايفين بقى؟ دي الكوارع البقري كده بتبقى بصوا مليانة كده وبخيرها. فاحنا بنعمل على قدنا، ما يعني بصي مش عشان رمضان بقى. عندك عزومة كتري براحتك يا حبيبتي، ربنا يزيد عندك الخير يا رب. انما ما فيش على قدك انت وولادك، يبقى على قد اللي بياكل بس. بحط عليها شوية عصير طماطم كده، بقعد اشوح فيها وهو اقلب واقلب، وارجع احط عليها عصير طماطم حبة صغيرين لحد ما تستوى. وبعدين بنحطها بقى يا في طماطم يا نسيبها بشوربة عادي. اهو اتشوحت حلو من الجنبين. حطينا بقى المية. عايزة تحطي مية مغلية حطي، عايزة تحطي مية عادية يعني بصي هي بتفرق في السوا شوية. وحرمي فيها المعلقة، هتستوى بسرعة ان شاء الله. نزيد كمان شوية مية. طبعا شوربة الكوارع دي حاجة خطيرة، وخدي بالك موضوع حالة الضغط ده ربنا يحفظكم يا رب. احنا كمان اقفليها حلو، وحطي الغطا بتاعها واقفليها قوي قوي، وخدي بالك عليها وبعيد الولاد عنها ومحدش يقرب لها يعني بصراحة، عشان هي خطيرة. ان جيت الحق هي خطيرة. طبعا بحط حتة دهنة بقى من اللي احنا كنا عاملينها سمنة كده، او السمنة النباتي زي ما بيقولوا. السمنة مش النباتي، السمنة البلدي اللي هي الدهن الحيواني. بنبشر شوية جزر كده، المبشرة الجميلة دي بتاعتنا دي اللي بتطلع بتبشر الجزر والخيار وبتبشر كل حاجة، وكمان بتطلعهم اللي هو الزجزاج بتاع البطاطس والحاجات دي. طبعا بنقعد نقلب بقى. طبعا بنحط لورا وحبهان برضو، دي كبسة هنكبسها كبسة النهاردة. وحبة فلفل احمر الوان. عايزة تكتري الكميات اللي تعجبك حطي فيها. انا حطيت قرنين فلفل احمر كده، وعايزة احط دون فلفل حامي شوية اهو. الوانات بقى اللي يعجبك حطي، اللي عندك حطيه في التلاجة اهو. كمان فلفل احمر، حسيت الحبة الاولانيين قليلين شوية زدت كمان واحد. بصراحة بيبقى طعمه حلو جدا. كبسة الرز. طبعا الحاجات دي كلها بقول لكم ان الرز غسلناه، ومعانا حبة طماطم. ديا الكبيس عارفين يعني، ممكن تستغني عنها. ممكن تحطي معلقة عسل اسمر، وممكن تحطي معلقتين او معلقة سكر، بحيث ان هي تحمر لك الحاجات دي وتكرملها كده، وهي بتدي اللون اللي هو بتاع الكبسة، اللون اللي هو البني.
انا بعمل الكبسه اللون البني مش اللون الكركم الاصفر. لو احنا سيبناها على الجزر وحطينا الكركم الاصفر من غير عسل اسمر هيبقى لون الكبسه اصفر، اللي هو كركم وكاري. حط معلقه كركم وكاري. انا بحبها بني فبحط بقى اللي هو الكبيس دون او معلقه عسل اسمر. بس وبطفي بقى يا بميه مغليه يا بشوربه المتوفر عندك. دي كانت شوربه كده واهو. حطينا كمان حبه صلصه. اما ده يغلي هنحط فيه مين؟ الرز. شفتي بقى بني ازاي؟ والرز هيطلع باللون الجميل اللي انتوا شفتوه في الاول. اهون. صلوا معنا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الرز اتشرب. احنا ولادي مش بيحبوا الكوارع، تمام؟ فقلنا هنعمل لهم بقى؟ كفتة لحم، بس ما تكتريش فيها الدهون عشان ما تكشش قوي زي ما عملت معايا. كنت مكترة فيها الدهن شوية وبس. لحمة مفرومة وبصل صبعتها، وطبعا ملح وتوابل فلفل اسمر، بس متحطش على الكفتة اكتر من كده. صبعتها وقمت حطها على وش الرز. اول ما قرب يتشرب يا دوب عم الرز استوى، كانت هي استوت وبقت بصي عسل عسل عسل. اسهل طريقة لعمل الكفتة اهي، شايفينها جميلة كده. الرز اتشرب. حبيت بقى احط له كده حبة لون اصفر، فجيت في جنب حطيت معلقتين كركم على حبة مية كده، وقمت رايحة حطها في النص، في جنب او في النص زي ما يعجبك، عشان يبقى حباية وحباية كده، يبقى لونه كده مختلف. طبعا بحرق حتة فحمة، شايفينها جنبكم اهي. شايفين بقى الكفتة استوت وبقت عسل وادى الطعم للرز. بقولكوا بصوا ده يبدوب عسل عسل. متقوليش بقى لا ده فوق الرز، لا ده مش هتستوي، لا ده جميلة استوت وزي الفل. وكمان ادت للرز طعم. شايفين بقى الرز حباية وحباية، حباية بني وحباية صفرا بصراحة، ومفلفل وحاجة كده عظمة على عظمة يا ست. شيلي بقى ورقة اللورة دي، واللي لقيت الحبهان اشتريه لقيتيه يعني. انا اللي لقيته اهو. شلت بقى كله من على النار. انا كده راح احمر الكفتة. اوعى. استنى بس اما الزيت يسخن. لو وصلت معنا لحد هنا اعملي لايك واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة. اهون بحمرها بس كده، بديها تشويحة بس. عايزة تحمريها حمريها، عايزة تسيبيها على كده هي ناشفة حلو وزي الفل. اهو ببشر معاها بقى جزراية كده، بتديها طعم خطير على فكرة. وفص توم. دي كلها اضافات اختيارية، عايزة تعمليها اعمليها. الخطوة دي عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة تعمليها براحتك. اهو شايفين احمرت والفحماية احمرت. بقوم بقى خلاص انا طفيت النار دي ودي، هطفي دي ودي، ومحط عليها بقى نقطة زيت كده، وأقوم مغطية. طفيت كل النار خلاص، وغطاها حلو عشان الفحمة كده تعمل ريحة على الكفتة.
وطبعا بحط الزيت الباقي على الرز يديله طعم اهو. وحطيتها هي كمان اهو يا حبايبي، غطينا عليها عشان تفضل بس سخنه لحد ما نيجي نغرف الرز. شايفين عسل 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 عسل. عايزه تحط اللي هو الليمون الناشف حطي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. متنسيش ذكر الله، قرآنك بقى في رمضان وصلاتك وكده، وما تنسيناش من صالح الدعاء. اللهم تقبل منا ومنكم واجعل العمل شفيع عندنا يوم القيامة. بحبكم قوي في الله. احلى حاجة شوربة الكوارع دي، عايزة اقولك بترم العظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والكفتة